بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اخواتي في كل مكان، خلاص نهينا الدورة بتاعتنا. النهاردة ذبحت الفراخ وهحسب معاكم كل حاجة بالارقام. صرفت قد ايه، وزنهم كام، ولو كنت اشتريت من بره كنت دفعت كام، عشان اي ست بيت محتارة تربي ولا تشتري تبقى فاهمة صح. واحنا بنتكلم كده يا بنات هننضف الفراخ بتاعتنا مع بعض. طبعا انتوا عارفين ان انا بادئه اذبح من اليوم ال30. ذبحت فرختين بفرختين كده، المهم ذبحت 10 فرخات. والنهارده خلاص العلفة خلصت، اليوم ال35. وكمان والله العظيم يا بنات انا حاسبة معاكم اللي هو يوم الاستقبال، والنهارده اليوم ال35. الفيديو اللي قبل ده الفيديو بتاع اليوم ال34. يعني ارجعوا للفيديوهات هتلاقوها نازلة كده بالارقام على القناة. يعني لو هحسبها زي ما بعض القنوات بتنزل، ولا هحسب اليوم اللي ذبحت فيه، لان طبعا انا ما حطيت لهمش اكل النهارده. اخر اكل انا حطه لهم امبارح بالليل، اللي هم يعني صحيت الصبح لقيت خلاص العلافات فيها بواقي بسيطه كده، فسبتهم شويه عشان طبعا ما ينفعش نذبح الفراخ وهي واكله، يعني بعد الاكل بشويه. يعني على ما فطرنا ورحنا وجينا كده وعملنا غدا سريع بدات اذبح الفراخ بتاعتي. يعني المفروض لو هحسب زي بعض القنوات زي ما بقول لكم يبقى النهارده اليوم ال33. نحسب على متوسط وزن الفراخ يا بنات 2 كيلو ونص. طب ليه وانا دابحة فراخ 2 كيلو 700، ويعني اكبر حاجة دابحاها يا بنات النهاردة 2 كيلو 900 جرام، ويعني 2 كيلو 900 وشوية كده، يعني داخل على ال3 كيلو. بس التلات فرخات الفرز اللي معانا من اول الدورة دابحين واحد على كيلو 400، واحد على كيلو 500. واللي دبحته النهاردة كان كيلو 700، يعتبر احنا وزنينه برضو مع بعض كان كيلو 600 وكام جرام كده. فبعد اليوم ال34 والنهارده كان كيلو، يعني داخل على كيلو 700 زي ما قلت لكم. فما تقلقيش يا ست الكل، لو الفراخ بتاعتك ما جابتش الاوزان دي على عمر ال32 وال33 وال30، فتعرفي بقى ان هي فراخ فرز تاني، وهتجيب معاكي اوزان وهتعدي ال2 كيلو وكل حاجه. بس الدوره هتطول معاكي، مش هتبقى دوره قريبه، يعني مش هتنهي الدوره على 35 يوم، لا انت ممكن تنهي الدوره على 45 يوم. فاحنا هنسيبنا من اللي هم الكيلو 700 و800 والكلام ده، وهنحسب على متوسط الوزن 2 كيلو ونص، وهنحسب ان هم 20 فرخ. وانا صرفت كام بالظبط يا بنات على 20 فرخ من يوم ما جم؟ طبعا انا ما اشتريتش ادوية غير اللي قلتلكوا عليهم، اللي هم مضاد السموم والتحصينات وكله بالاعشاب. ويعني حاطة نسبة معينة كده للاعشاب والكهرباء وكل حاجة، صرفة 1700 جنيه بالورقة والقلم. طيب لو هنشتري 20 فرخ، طبعا انا مش انا كاتبه الارقام قدامي عشان الزهايمر، وطبعا حاسباها وكل حاجه، بس هقول لكم على السريع كده. فاحنا لو هنشتري الفراخ دي من السوق وسعر الكيلو النهارده 75 جنيه، يعني انا سالت الراجل اللي على اول الشارع قال لي ان هي 75 جنيه يا بنات. من اسبوع كنت سائله برضو وكان الكيلو ب95 جنيه. فانت لو عامله مشروع بتبقى انت ورزقك بقى. وكمان انا قلت لكم كل ما العدد بيكون اكبر كل ما المكسب في الفراخ البيضة بيكون ازيد. لكن الفراخ البيضة لو طالعة مظبوطة معاكي عمرها ما بتخسر. فلو عملتيها كمشروع وعندك مساحة ومكان تربي فيه اتوكلي على الله وزي الفل، وهتكسبي منها كمان. المهم يا بنات ال20 فرخ كانوا هيكلفوني من بره حوالي 3740 جنيه، ده على الكيلو 75 جنيه. وانا قلت لكم ان انا صارفة 1700 جنيه، يبقى طبعا في مكسب ومكسب واضح كمان. يبقى انا كده وفرت حوالي 2000 جنيه تقريبا. غير كمان ان الفراخ قدامي عارفة اكلها ونظافتها ومطمنة، يعني بنأكل حاجة لولادنا احنا مربينها بايدينا، مطلعينها على اعشاب، ما اخدتش اي ادوية ولا اي حاجة بقى تنفخ ولا تقل ولا تخن ولا اي حاجة. وزي ما بقول لكم دايما تربية الفراخ سهلة جدا. التربية محتاجة شوية صبر وتنظيم كده، بس صدقيني بتفرق جدا في الميزانية، خصوصا مع غلاء الأسعار. ومش لازم يا ست تربي عدد كبير، حتى لو 10 فرخات 5 فرخات لو مبتدئة هتفرق في بيتك جدا وفي الميزانية بتاع بيتك جدا جدا، وهتأكلي ولادك فراخ طول الشهر. أهم حاجة العدد ما يكونش كبير على المساحة اللي موجودة عندك، والتهوية والنظافة والتدفئة زي ما بقول لكم من أول الدورة. الفراخ بتاعتنا ما شاء الله اللهم بارك زي الفل زي ما انتم شايفين كده. الاوزان بتاعتها انا زي ما قلت لكم يا بنات انا بكون محدده لنفسي، يعني كام كيلو من العلف هخلصهم. انا عارفه مثلا ال10 فرخات بياكلوا قد ايه، ال20 فرخه هياكلوا قد ايه،
ولكن الدورة دي كمان زودت 5 كيلو علف، وبرضه بسبب الفراخ الفرز اللي كانت موجودة اللي عرفناها من اول يوم. وعايزة اقول لكم وجود التلات فراخ دول اخروا الدورة واخروها في الاوزان كمان. المفروض الفراخ دي كانت تعمل معايا اوزان اعلى من كده، على الاهتمام اللي انا بهتمه بالفراخ. كمان كل الاعشاب والاضافات اللي بنضيفها بتفتح الشهية وبتعلي الوزن. فالحمد لله اللهم بارك، ده كده رضا وزي الفل. الفراخ ما شاء الله اللهم بارك، ما كانش فيه نفوق ولا يعني ما فيش ولا فرخ مات. الدورة طالعة كاملة اللهم بارك. حتى الفراخ الفرز في منهم فرخ انا كنت بقول عليه الفرخ المعوق من اول يوم، كنت عايزة اطلعه يموت لوحده كده، والنهاردة دبحاه كيلو 700 جرام سبحان الله. والنهاردة زي ما قلت لكم كده دبحت اخر 10 فرخات. ال10 اللي انا دبحاهم قبل كده يا بنات كانت الاوزان بتاعتهم ما شاء الله يعني احسن من كده، ما عدا الفرختين الفرز. طبعا انا دبحت 5 ب5 يا بنات، وهغير المية دي. المية ما ينفعش تبقى متبهدلة زيادة عن اللزوم، عشان لون الجلد بتاع الفراخ من بره ما يغمقش. كمان انا اخر 10 ايام ما كنستش للفراخ يا بنات، الجو كان برد جدا وخفت ان هم ياخدوا مني دور برد او حاجة يعني. شهر طوبة وما ادراك ما شهر طوبة يعني. الحمد لله رضا قوي قوي ان الفراخ دي او الدورة دي عدت معانا بالجودة دي في البرد ده او في الجو ده. خلاصة الكلام التربية في البيت ممتازة جدا. الفراخ ما بتخسرش يا بنات، بس اهم حاجة ما يبقاش فيها نفوق او موت. اهتمي بالفراخ هتديكي اوزان بدون بقى اي علاجات او فيتامينات او اي حاجة. امشي بالخلطات اللي نزلناها، والاعشاب سواء بقى الاعشاب اللي بتدي كالسيوم او الاعشاب اللي بتعالج البرد. كل الحاجات دي اعشاب وكلها حاجات موجودة في البيت، او كلها حاجات احنا بنستعملها في المطبخ. كمان انا بحب انضف في البيت كده، ما بحبش اودي الحاجة بتاعتنا لحد ينضفها لنا. يعني ممكن انضف 2 ب2 3 ب3. بس النهاردة طبعا دبحت ال10 مرة واحدة بسبب ان خلاص ما عدتش ده اخر حاجة علفة ليهم. رغم ان عندي علف للبط وممكن اضيف لهم علف على عيش على ذرة كام يوم، بس انا راضية كده الحمد لله بالميزان. كمان زي ما قلت لكم انا بربي في اوضة داخل الشقة يا بنات، فكل ما الفراخ بتكبر الريحة بتاعتها بتكون صعبة جدا. كمان انا ما كنستلهمش بقالي 10 ايام يعني. لكم ان تتخيلوا بقى الريحة بتاعت الأوضة كانت عاملة ازاي. وطبعا فاتحين الباب عشان التهوية، ويعني مقفلة كده حوالين الفراخ وفاتحة الباب. ما ينفعش نقفل عليهم يا بنات، زي ما بقول لكم طول الدورة اهم حاجة التهوية للفراخ. فطبعا كل ده عوامل بتأثر معاكي على الوقت على العدد، فانت تكوني واخدة بالك او حاسبة لكل حاجة. ما ينفعش ان خلاص انا عايزة اربي فراخ اروح اشتري وخلاص، لا طبعا لازم أن تكوني مخططة وحاسبة لكل حاجة قبل ما تبدأي الخطوة دي. هتجيبي عدد قد ايه؟ هل المكان اللي عندك يسمح بالعدد اللي انت عايزة تجيبيه؟ طب لو هتجيبي كمية صغيرة ما بيبقاش فيها مكسب كبير لو انت هتعمليها كمشروع، ولكن لو للبيت فبرضه اوفر مليون مرة من الشراء. فانا اول ما حسبتها ان انا هصرف مثلا على 5 فرخات، هصرف 200 جنيه ب200 جنيه، 100 جنيه ب100 جنيه، وهيبقى عندي 5 فرخات لو رحت اجيبهم مش هيبقوا اقل من 700 800 جنيه، اللي هو احنا بنتكلم على الاوزان الكبيرة، او حتى 500 600 جنيه. فانا هصرفهم 100 ب100 مش هحس بهم يا بنات. برضو دي بتفرق جدا في الميزانية او في المصروف الشهري. لما هربي 10 فرخات وهصرف على مدار 35 يوم، يعني شكارة العلف ال10 كيلو ب220 جنيه. فانتي هتجيبي مثلا ال10 فرخات وليكن 3 شكاير اللي هي ال10 كيلو 30 كيلو علف، يعني هتدخلي في 660 جنيه. تمام. غير سعر الفراخ، غير الكهرباء كمان هتحسبيها. ال10 فرخات هيصرفوا كهرباء زي ال20 فرخ. انت كده كده بتحطي اللمبة ال200 في الشتاء. فهي كل الحاجات دي بنحسبها يا بنات، وتوكلوا على الله كده وما تكسلوش، ولسه قدامكم وقت تجيبوا دورة وتذبحوها قبل رمضان بيومين 3 او في اول اسبوع في رمضان. طبعا انا هنا كنت ذبحت اول 5 فرخات يا بنات، ووريتكم الكبد والقوانص بتاعتها. الكبدة بتاعتها ما شاء الله كده حاجة زي الفل، ولا فيها بقى تكتلات ولا كبدة ضربة ولا كبدة هنرميها ولا اي حاجة. ما شاء الله لون الكبدة حتى وردي. فتحت الفراخ، والمحلول الناقع اللي انا بستعمله للفراخ يا بنات عبارة عن دقيق وملح وليمون. ما تحطيش خل في محلول النقع. الخل بيظهر ريحة الزفارة، وكمان بيهري جلدة الفرخ.
الخل إحنا بنستعمله في التتبيلة علشان يعني يسرّع من مفعول التتبيلة، ويخلّي كمان الفراخ تستوي بسرعة، فما تنقعوش الفراخ بخل بالله عليكم. عندِك طحينة، عندِك قشر البرتقان والسفندي بمكان الليمون، يعني لو الليمون غالي يعني واحدة برتقان كده أو سفندي واخدة القشر بتاعها حطيه مع المَيّة يعني، ادعكي كده سفندية في قلب المَيّة، هتدّيكِ ريحة جميلة جدًا، ده لو إحنا مستغلين الليمون. لكن بلاش خل، كمان الطحينة ممتازة جدًا في إنها بتشيل ريحة الزفارة. أنا زي ما قُلت لكم محلول النقع بتاعي عبارة عن ملح ودقيق وليمون. أنا هنا بعد ما نضّفت أول 5 فرخات يا بنات فتحتهم وعملت لهم محلول نقع، وبدأت أريّش في ال5 التانيين على طول. أي نعم واقفة كتير ومجهود، بس نتيجة تعبِك ده بتبقى حاجة تفرّح كده لمّا الحاجة تبقى أو الخير يبقى مالي بيتِك، جالِك بقى ضيوف في أي وقت أنتِ مش شايلة هَم حاجة، عملتِ عزومة في أي وقت مش شايلة هَم حاجة، أصلًا الأساسي بيبقى الطيور، أو مثلًا سواء بقى لحمة، فراخ، بَط، ده بيبقى أساسي أي عزومة أو أي حاجة أو حتى غدا حلو. لكن بقى الخضار وأي حاجة من الحاجات التانية دي بيكون مقدور عليها. لمّا يكون عندِك بقى موجود في الفريزر حاجتِك متنضفة وجاهزة كده، أنتِ ما بتشيليش هَم الكلام ده خالص. فعلى قد التعب اللي فيها، بس بصراحة النتيجة بتبقى مرضية جدًا، وبتبقى راحة نفسية كده في الآخر، هو تعب يوم أو إحنا أساسًا بنكون تعبانين مع الفراخ طول الدورة مش يوم الدبيح بس. خصوصًا الفراخ البيضا بتكون محتاجة اهتمام وأنتِ بتربيها كده ومراعية أكتر من أي نوع طيور تاني، يعني بط، فراخ بلدي، أي حاجة تانية الواحد ما بيبقاش شايل همّها ولا ينزل لها الساعة 13:00 والساعة 14:00 زي ما بيعمل مع الفراخ البيضا. لكن هي التريش بتاعها سهل جدًا أو تنضيفها في البيت سهل، لو هتنضفي فرختين، 3، 4، 5 تمام زي الفل، مش هياخدوا معاكِ ساعة، ساعتين زمن بالكتير. ما بتحتاجيش تضيفي وصفات في المَيّة عشان الريش يطلع معاكِ بسهولة مثلًا زي البط. أنا باضيف للبط يا بنات معلقة من المسحوق بتاع الغسيل، منزّلاه معاكم في فيديو قبل كده، بيفوّر الريش أو اللي هو الزغب الصغير بيطلع معاكِ بكل سهولة. شايفين ما شاء الله اللهم بارك الفراخ بتاعتنا زي الفل، ما فيش عروق، الجلدة بتاع الفرخة لونها فاتح كده، زي ما قُلت لِك ممكن الجلدة تغمق منِّك على حسب المَيّة اللي أنتِ بتصمّتي فيها الفراخ، فالمَيّة دي حافظي عليها إن هي تبقى نضيفة، لو عاملة كمية كبيرة غيّري المَيّة زي ما أنا عملت كده. طبعًا كل الكلام ده في المحلات مش موجود، هُم بينضّفوا بيحطّوا في أي مَيّة موجودة طول النهار وخلاص، ولا بيغيّروا المَيّة ولا حاجة، ولا محلول ناقع ولا الكلام ده خالص، أنتِ لازمًا تعيدي على أي كمية أنتِ جايباها من برّه أو هتودّيها لحد ينضّفها لِك. هنا بقى كنت خلّصت يا بنات وفتحت الفراخ بتاعتي كلّها وعملت لها محلول النقع، وبعد محلول النقع بساعة كده شطفتهم كويس جدًا مرّة و2 وبقوا معايا بالجمال اللي أنتم شايفينه ده، ما شاء الله اللهم بارك، اللهم زد وبارك، صلّوا على النبي كتير كده في التعليقات، وقولوا لي محتاجين الفيديو الجاي يبقى طريقة خلي الفراخ بالتفصيل والّا ندخل على تتبيلات وتجهيزات لرمضان على طول؟ ويا حبايب قلبي اللي وصلوا معايا لحد هنا قلبي مني ليكم يا احلى اخوات، وانتظروني في الفيديو القادم ان شاء الله. متنسوش تقولوا لي في التعليقات الفيديو اللي جاي حابين يكون فيديو هادي كده لطريقة خلي الفراخ بوضوح، ولا تتبيلات وافكار تفريز.